السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أهلا بيكم فيديو جديد. فيديو النهاردة طبعا يعني بعد غياب، أنا عارفة إن أنا بغيب عليكم والله غصب عني. الواحد كل ما يعني يمد إيده لنفسه عشان يشد نفسه ويطلع نفسه من المواقف اللي هو بيكون فيها. يعني اللهم لك الحمد على كل حال يا رب العالمين. بس عايزه اقول لكم بجد، يعني الاحداث اللي حصلت اليومين اللي فاتوا ضايقتني. انا كنت موعده نفسي ما اتفرجش على اخبار خالص عشان صحتي النفسيه والجسديه، بس والله غصب عني. يا رب يا رب يا رب يصبر اخواتنا وينقذهم. الواحد مش عارف يقول ايه والله، مهما قعد يقول من هنا لبكره الواحد مش عارف يقول ايه. المهم الواحد بيحاول ان هو يفك عن نفسه. طبعا ده نتيجه يومين من غير ما الواحد يعمل اي حاجه. غسيل الكوم حاجات اتبحترت، وزي ما انتم شايفين ده مش وقته خالص، لان المفروض ان انا بجهز للنقل. الناس قالت لي خدتي شقه، ان شاء الله هتشوفوها معايا بفضل الله. ايوه اخدت، اللهم لك الحمد. بس انا مش عايزه اصورها غير اما يكون العقد في ايدي. بس خلاص اتفقت وكل حاجه تمام. وطبعا بما ان خلاص العيد قرب مفضلش عليه كتير، ورب يا رب يا رب يا رب يعني برضو ربنا يقف مع اخواتنا ويطعمهم يا رب، اللهم امين. والله الواحد بص مكسوف يقول ان في عيد قرب، رغم ان من يحيي شعائر الله فانها من تقوى القلوب، الا ان الواحد برضو من جوه قلبه برضو يعني ربنا عالم. المهم انا حاولت النهارده ان انا احسن نفسيتي، وزي ما شايفين بقى لابسه لكم الوان اهو. الوان الدرس ده عجبني وانا جبته. المهم بقى عايزه اقول لكم حاجه مهمه. انا ان شاء الله ناويه ان انا ابدا في شيل الحاجه او فك الحاجه بعد العيد، لان انا لو عملت كده دلوقتي هتضغط جدا قبل العيد. خصوصا ان انتوا عارفين انا بحب قبل العيد يكون عندي ترتيبات معينه ويكون عندي حاجات انا بعملها، فانا مش عايزه اضغط نفسي ومش عايزه اللي هو اجي على نفسي عشان خاطر اعيد في الشقه الجديده. لا انا مثلا نقضي العيد هنا وننبسط وانقل براحتي بقى ونعيد براحتي برضو، وكل حاجه ان شاء الله تبقى تمام وتحصل زي ما نفسنا فيها. انا خدت شقه ايجار، وان شاء الله باذن الله زي ما قلت لكم هتشوفوها معايا وهتقولوا لي هي محتاجه ايه وعايزه توضيب ايه. كل ده هتتابعوه معايا في الفيديوهات اللي جايه، بس على مهلنا بقى واحده واحده كده، وان شاء الله باذن الله هفوق وربنا يقدرني وانزل فيديو كل يوم يا رب، وترجع ايامنا يا رب اللهم امين الحلوه. بس زي ما قلت لكم والله بيبقى غصب عن البني ادم. انا قعدت يومين كده اللي هو في حاله اسبهلال، النفسيه ما كانتش تمام ابدا. بفكر ايه اللي ممكن اعمله. كل ما بحط نفسي على طريق وابدا ان انا امشي فيه واصفي نفسي من الحاجات القديمه. عندي كذا مشكله برضو في ورقي في الشغل، لان انتوا عارفين بسفر شحنات بره مصر. انا عارفه ان غلط ان اقول كده، بس انتوا عارفين انا بحب برضو ان دايما تبقوا على درايه بكل حاجه يعني. ففي مشكله في الورق بتاعي وفي بطاقتي وكده، فبحاول ان انا احلها عشان الحياه توصل لاصحابها. قلقانه بالموضوع ده جدا، بنام واقوم كأن عليا ديون. اقسم بالله هو فعلا دين في رقبه الواحد. فبجد الشغل ارهقني بطريقه عجيبه. انت سبتيه ولا لا يا نودي؟ انا ما سبتوش، بس خفيته قد ما اقدر. والله يا جماعه ما في حاجه مستاهله ان الواحد يضحض نفسه ايا كانت هي ايه. انا خفيته قد ما اقدر. فمن باب بقى الهزار والضحك تعالى اضحككم. انا الفتره اللي فاتت كان ليا متابعه، وهي حاليا بقت صاحبتي. هي شغاله في مصر للتامين، تمام؟ فهي عرضت عليا ان انا اعمل وثيقه تامين للحياه. فالصراحه انا شجعني الموضوع، لانه شايفه انه كويس لو لا قدر الله حصل اي حاجه بيكون في عائد وكلام من ده، في حاله المرض في حاله الموت والحاجات اللي انتوا فاهمينها دي. المهم يعني المفروض ان هي لها قسط بتاخده كل 3 شهور. فانا عملت الموضوع ده. فلما بقى ادم عارف هو مش مقتنع، يقول لي انت يعني، او مش مقتنع، حاسس ان هو ايه مش فال ووحش ولا حاجه، يعني اللي هو عاملاه ليه؟ مأمنة على حياتك ليه؟ فقلت له يعني عشان تغلط مثلا وتطمع في التأمين وكده وتخلص عليا زي ما بتشوف في الافلام بالظبط. وكان بصراحة يعني مسخرة. فبجد الموضوع يعني بغض النظر عن الهزار والضحك، هو فعلا انا حسيت ان هو كويس وممكن ينفع رؤية، لان هو على مدة 10 سنين وكده، وبتستلمي مبلغ معين اللي انتي طبعا حوشتيه ودفعتيه. فقلت زي ما اكون ايه جمعيه مركونه يعني برضو لبنوته صغيره، وهو قسطها كل شهر 300 جنيه، مش كتير، بس بدفعهم على بعض كل 3 شهور. فقلت يعني مصيرها جاي لها زنقه يعني. المهم
طبعا انا التكويمه بتاعت الحاجه دهيت ما كانتش عاجباني ابدا، فعملت ايه، رحت شايله بقى كل الهدوم كده، طلعتها بعدتها بره خالص، نفضت الحته اللي عند الغساله عشان هنشر فيها تبقاش مش نظيفه. لسه مشغلتش مكنسه ولا حاجه، وكمان شغلت الغساله بتاعتي وطلعت الهدوم اللي فيها اللي انا شغلتها قبل ما ابدا معاكم الفيديو. شغلتها اول ما قمت من النوم يعني، وكنت عامله حسابي ان شاء الله ربنا هيفك عن نفسيتي وهبقى كويسه. طب عملت ايه بقى، انا شغلتها الصبح كده ورتبت شويه حاجات وخدت بعضي ونزلت مشيت شويه. انا بنزل امشي كل يوم شويه، مقرر عليا ان انا لازم امشي شويه علشان جسمي يخف وينزل، فالركب تستحمل وتشيل، لان انا لو ما نزلتش كيلوات كتير 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 جدا، انا وزني دلوقتي يعني ايه، دخلنا في التسعينات، فاحنا بنحاول بقى ان احنا ننزل. الحمد لله انا جسمي بينزل وكده، بس انا عندي مقاومة اللي هو ايه، ما مش زي زمان. الاول زمان كان يوم واحد مثلا اعمل دايت فيه احس في فرق جسمي نزل. دلوقتي في مقاومة للنزول، يعني زي اللي هو ايه، جسمي بيقاوم مش راضي ينزل. فبحاول على قد ما اقدر ان انا اخف من وزني على قد ما اقدر عشان رجلي، عشان لو مخفش للاسف والله انا كنت عايزه ازعل حد فيكم ولا كنت عايزه اقول. فانا اخر مره كشفت عند الدكتور قال لي هعوز يعني تغيير مفصل الا لو وزني خف خالص خالص. وانتوا عارفين انا لما بخف خالص يعني ببقى عامله زي الايه، العيله اللي في ابتدائي او في الثانوي، لانها قصيره. فالقصيرين دول اما بيخسوا بتبقى هي حلوه، بيصغروا في السن على فكره يعني، او بيبان سنهم الحقيقي. فالمهم موضوع تغيير المفصل ده، وانا ان شاء الله عيد ميلادي او يوم ميلادي الشهر الجاي اخر الشهر اللي هو 1/7، يعني فاضل له شهر بالظبط. هنبدا في رحله، هنبقى احنا كده خلصنا اللهم صل على سيدنا محمد 35 سنه. مش عارفه احسبوها انتوا، انا 1/7/89 سنه 1989، فهنبدا في رحله ال36 سنه. فانا شايفه ان ده سن صغير قوي على ان انا اغير مفصل وكلام من ده. وبعدين انا بخاف من جراحه العظام جدا، وعندي فوبيا من تعب الرجلين بطريقه جامده. فاللي هو ايه، لا انا خلاص بقى يعني انا لازم اعمل اي حاجه بحيث ان انا وزني ينزل. رغم ان انا طبعا انتوا عارفين هجوره الشطوره كانت عملت عمليه تكميم، وما شاء الله ما شاء الله عليها طبعا دلوقتي يعني، بس برضو انا خايفه منها. وكمان لما رحت للدكتور قال لي لا انتي مش سمنه مفرطه، انتي يعني بالنسبه للناس الطبيعيه 10 كيلو 15 كيلو يعني كده تمام قوي. بس انا شايفه لا، ان انا عشان موضوع الرجل دي انا عايزه انزل 40 كيلو، بس 40 كيلو هتبقى 40 كيلو هبقى يعني مش عارفه بس يعني حتى ابو ادم بيقول لي كده هيبقى اوفر قوي، يعني كده هيبقى الخسسان لا وزن مش طبيعي بالنسبه لسنك ولا يعني وضعك ولا كده، اللي هو 40 كيلو والحاجات دي. انا عندي بنتي اكتر من 40 كيلو، بس مش عارفه ليه جالي اللي هو انتوا عارفين لما يجيلك فوبيا انك خايفه تقعدي برجلك، فعندك استعداد تعملي اي حاجه في اي حاجه مقابل ان انتي ما تضحيش بوقفتك على رجلك. يعني انا كان كل اللي متابعني في القناه من زمان قوي كنت دايما اقول يا رب اموت وانا واقفه على رجلي، يا رب اموت وانا واقفه في مكاني، ما اقعدش ابدا ولا اتحوج لحد ابدا. فعشان كده يعني زي ما قلت لكم احنا واخدين قرار جامد جدا، هتتابعوا معايا بقى الفيديوهات اللي جايه وهتشوفوا بنفسكم. يعني الحمد لله لغايه دلوقتي 2 كيلو، ال 2 كيلو ما يفرقوش كتير بس يفرقوا في الحمل على الرجل بس لسه قدامنا حاجات كتير قوي نعملها، وده الطبيعي بعد كل ولاده ان الواحد يبقى عامل كده يعني بس الحمد لله. فالمهم عملت انا ايه بقى، بعد ما رتبت الدنيا زي ما انتم شايفين، رتبت الكنبه ورجعت كل حاجه مكانها، اللي كل مره بقول لهم سيبوا الصالون في حاله، عندكم الليفنج اقعدوا فيه وسيبوا المكان مرتب يا جماعه، احنا خلاص هننقل ومش عايزين كركبه كتير، عايزين الحياه تتنقل هوبا كده زي ما هي وتوصل تتفرش والموضوع يخلص، عشان ماما ما عادش عندها اللي هو الايه المجهود بتاع زمان الكتير قوي ده، فبرضه بيبهدلوه. فالمهم رتبت الدنيا، والمكنسه طبعا شفطت لي بقى كل حاجه من الصاله من هنا ومن هنا. انا محضره كل حاجه عن النقل، وكمان الهدوم الشتوي كمان كيستها، وكيست اغلب الهدوم اللي مش بنستخدمها والمفروشات كمان اللي مش بنستخدمها، كل ده اتكيس وتلزق وتلف بحيث انه يخف عليا ضغط النقل لما اجي انقل. من اول الحاجات اللي هنقلها طبعا زي ما قلت لكم هي الدواليب، يعني الدواليب دي اساسي.
هتخف عليا برضو كتير قوي، وبعد كده العفش هيترص بسهوله والموضوع هيبقى بسيط وسهل معايا وزي الفل ان شاء الله. بس فطبعا انتوا عارفين لما بنقل لوحدي، ودي المره الكامل اللي انقل فيها. انا بقالي مرات كتير يا جماعه نقلت فيها والله العظيم، عندي مرات كتير نقلت فيها، بس انا حاسه باذن الله ان المره دي لما انقل باذن الله بعد كده باذن الله يعني ربنا هيعوضني، هجيب يعني شقه باذن الله وربنا هيكرمني بيها، ولما انقل فيها المره الجايه هتكون اخر مره. الامل ما بينقطعش بربنا. ممكن تقولي مثلا انتي حطيتي في حسبانك كده قبل كده، هقولك مش مهم ان انا كان عندي ثقه وحطيت في حسباني حاجه وما جاتش، مش معنى كده ان هي مش هتيجي، لا، الثقه في ربنا دايما بتجيب نتيجه، زي والله العظيم بتجيب نتيجه اكتر من اي حاجه في الدنيا. فانا عندي ثقه ان شاء الله باذن الله كل حاجه هتبقى تمام، كل حاجه هتبقى كويسه، وباذن الله هننزل نزول كامل في وزننا، هنخف على رجلنا ضغط، هنتابع حياتنا بشكل طبيعي، مش هنوقف حياتنا ونقول خلاص احنا تعبنا. من كتر بقى الاسئله اللي جات لي على المنشر ده يا جماعه، المنشر ده انا مش شارياه، المنشر ده انا عاملاه ومش لاقيه الفيديو اللي عملته فيه، لان القناه القديمه كلها اختفت، اللي خدوها يعني بعد ما شاء الله ما عملوا من وراها المكاسب بتاعتهم خافوها، فاللي هو مش لاقياها اصلا عشان اجيب لكم طريقه المنشر، بس هو طريقته سهله وممكن انفذها معاكم، وانا مش عايزه بقى ارخم واصوره لكم تاني او اقول لكم انا عملته ازاي. بس بجد انا زعلت قوي على الفيديوهات، انا ما كنتش متخيله ابدا ان هي هتختفي، انا كنت فاكره ان هم هيستخدموها وبعد كده هيسيبوها زي قنوات كتير وان هي مش هتختفي. اختفائها بال1400 فيديو اللي عليها ده اللهم لك الحمد هنعوضوهم في القناه الجديده، مفيش اي مشكله. اما بالنسبه بقى للاشغال اللي احنا كنا بنعملها زي النقاشه والنجاره والحداده والحاجات الكتير قوي اللي احنا كنا بنشتغلها دهيت، باذن الله برضو هنعوضها بس بحاجات اشيك شويه وبترتيب بجد هيعجبكم. كل ده هتشوفوه في القناه الجديده معايا. وعايزه اقول لكم كمان كل سنه وانتم طيبين، كل سنه واخواتنا يا رب صامدين، الواحد مش قادر يقول وهم بخير، لان هم حرفيا مش قادره اقول مش بخير، بس طبيعي ان البني ادم يكون مش عارفه، هي محنه صعبه قوي، تحسوا ان هي ايه حاجه كده ولا في الخيال، وتحسوا ان من كتر ما احنا بنشوف ده اللي هو ايه قلبنا مش عارفه اقول ايه. انا ساعات كده الكلام بيقف على لساني وما بعرفش اقوله. في ناس تقولك يعني الله المستعان على كل حال. المهم انا دلوقتي لما باجي اغير اي فرش او اي سرير بغيره اللي هو كوليشن كان كده، مش بركز في الالوان ولا في التدقيقه ولا في الديكور، قد ما بركز ان الحاجه نظيفه يا جماعه لحد ما ننقل. اما ننقل هتشوفوا بقى المفاجآت والحوارات اللي هتحصل. انا كل اللي هممني دلوقتي ان احنا نقعد في مكان نظيف مرتب وحاجتنا جاهزه ومرتبه من غير لخبطه وعك كتير، عشان لما نيجي ننقل وحاجتنا كده ايه تمام وفي السليم. المهم خلصت شويه الحاجات دهم وما عملتش حاجه تانية، ارتحت شويه وخدت قسط من الراحه علشان افصل، وبعد كده دخلت على المطبخ بعد ما كنت نزلت وجبت شويه حاجات حلوين. ما كانش بقى عندي توابل، وانا الايام دي بجيب اقل ارقام في التوابل عشان برضو احنا هننقل، فما بجيبش توابل كتير ولا حاجات كتير ولا تخزينات كتير. الحاجه الوحيده اللي بفرزها الايام دي هي الطماطم، لانها بتخلص بسرعه طبعا كتسبيكه وما بتستناش وبنستخدمها يوميا، لكن ما بفرزش اي حاجه تانية، خايفه افرز اي حاجه وتبوظ مني في النقل، فمش عايزه اتهور وافرز حاجات. بقول لما انقل ان شاء الله على خير ربنا هيحلها ونعيش ونفرز يعني، والايام دايما عايزه وما بتخلص. فضيت بقى التوابل بتاعتي، كمان الطماطم رخصت شويه ما عادتش زي الاول. انا مش عارفه انا هنا كنت بقول ايه، بس انا ما كنتش بكلمكم، انا كنت بكلم حد من ولادي. الطماطم رخصت شويه، انا جايبه ال5 كيلو ب20 جنيه وحلوه وماسكه نفسها وجميله وزي الفل. والشاور ده برضو جربته لقيته حلو كده وبحب استخدمه، والكيس بجنيه يعني دول ب5 جنيه، بس حلو والله العظيم جميل قوي، وممكن تستخدميه انك بتمليه بقى ايه البانيو وبتحطي بقى في الشاور ده، الولاد بيفرحوا بيه ان هو عامل رغاوي كتير وفي نفس الوقت بتبقى ريحته حلوه قوي. جبت كمان مسحوق اوتوماتيك بس فرد، ومعطر للارضيات والمفروشات برضو فرد،
وجبت كان كيس صابون سائل كده كان باقي فلوس جبتها بيه، يعني اللي هو ايه تخليص حق كده ببقيه الفلوس. بس هفضي بقى المعطر، بفضيه في العلبه دهيت. طبعا انا مش عارفه انتوا شفتوه معايا طبعا وانا برش منه او لا على الكنب، هو نفس المعطر بكمل عليه وبزود ميه، يعني دول ب5 جنيه وبزود عليهم ميه. حلو بقى يعني بعد ما انضف كده بخ على الكنب على المفروشات على الستاير، بيدي ريحه حلوه كده وبيروق على المكان، يعني بيخلي المكان حلو وباين عليه النظافه. هخلص بقى هطلع الحاجات دهيت، وكنت بقى وانا جايه كده جايبه معايا فرخه عشان اعمل لهم اكل، فمسكت بقى الفرخه بس ما شاء الله كانت زي الفل. افتكرت بقى فراخنا بقى لما ننقل بقى على خير هنبقى نجيب دوره فراخ حلوه وهنبداها مع بعض ونعملها مع بعض عشان نرجع نبيع فراخ تاني. وحشني الصراحه، باقي الفراخ كان احلى يا جماعه والله من باقي الحفظات بكتير. على الاقل الفرخه فرخه كانت بتعجب الكل، لكن الحافظه ممكن واحده مثلا بعد ما تختارها ما تعجبهاش، لونها ما يعجبهاش، تقول لك لا انا عايزه رسمه تانية، تبديل ترجيع كده بقى الحاجات دي. فعشان كده انا حابه الفراخ اكتر، يعني مشروع الفراخ كان احلى بكتير. المهم مسكت الفرخه بقى حطيتها كده نقعتها في ميه بليمون عشان اخليها زي الفل، وبعد كده بقى رحت منضفه الرخامه بتاعتي وهمسك الفرخه اغسلها كويس عشان ادخلها بقى ايه اسلقها وكده. وعملت جنبها ايه يا ربي، عملت جنبها رز، عملت دستة الرز، وكنت جايبه معايا بن. البن الغلا طبعا هو غلا يعني، بس اللهم المستعان هو ما بقدرش يعني نستغنى عنه. وجبت كمان صابون سايل. فقلت بقى بعمل ايه، انا بعمل فكره كده الصراحه هي بتنفعني جدا وبتحميني من موضوع ان البن يخلص وانا ما عنديش بن. كنت دايما احط كيس البن طبعا ما الاقيهوش، اتفاجئ اجي اشرب فنجان قهوه ما الاقيش البن. فبقيت اعمل ايه علشان افكر نفسي ان البن هيخلص، بقيت اخد حبه، طبعا هو كده كده بملى البرطمان وبيتن بقيه الكيس، باخد حبه في كيس كده على جنب وبشيلهم وبخلي بقيه الكيس برضو موجود اهو. لما بيخلص البرطمان والكيس دهوت فانا خلاص كده بعرف ان البن خلص، فبروح سحبه بقى انا الكيس ده مني. بلاقي لما بعوز بن ما بيخلصش بلاقيه فبعمل بيه، ومن ان الكيس ده بيفكرني ان البن خلص فاقوم بقى اعمل بالكيس ده عبال ما انا اجيب، فما اقعدش من غير بن تخيلوا حب الواحد للبن خلاه يفكر في ايه، ان هو يخترع حل لكل حاجه. وده حاجه حلوه بغض النظر عن موضوع بن ذات نفسه، انك تخترع حل لمشكله عندك، ده حاجه بتبقى جميله وبتسهل عليكي دنيتك. فضيت بقى الصابون السائل، دول 2 كيلو صابون سائل، فانا فضيتهم في الكوز الاول علشان اقدر ان انا افضي كده بالبسبوس بتاع الكوز ده، رغم ان انا عندي اللي هو اسمه ايه يا رب، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، القمع موجود عندي، بس ما دخلش من حلق الازازه دهيت. فقلت طب اعمل ايه بقى، رحت حطاه في قلب الكوز ده فعشان يعمل لي كده بديل للقمع بس، واقدر ان انا افضي بيه. مليت الازازه دي ومليت كمان الازازه ده، هي الازازه دي مطرح المشروبات بتاعه رمضان، فمليت الاتنين دول ركنتهم كده وقلت كده خلاص انا بقى عندي صابون سائل. والحبه دول بقى اللي هو فضيتهم في بلاستيكيه كبيره كده اغسل بيهم اي حاجه تطلع ورايا. هنضف بقى الرخامه دي وهمسك قلت بقى انا هرتاح شويه يعني بعد الفيديو ده، وهعمل حاجتين. همسك ال5 كيلو طماطم دول اغسلهم واخرطهم واعملهم صلصه، وهمسك التلاجة بقى وانكتها واخليها زي الفل بتبرق هي والبوتاجاز، علشان العيد داخل علينا خلاص وما عادش وقت. فالمهم قبل ده كله غسلت الرز بتاعي، قصدي عايرت الرز بتاعي، وهبدا ان انا اغسله وهولع بقى على ايه، هولع على دستين رز جنب الفرخه اللي انا عملتها، ومسكتها بقى حمرتها وكده، وعملت جنبها كمان شوربه لسان عصفور. بصوا الغدا اللي يجنن، يعني انا كنت ناويه على صينيه بطاطس بس انت تريد وانا اريد والله يفعل ما يريد. ببص ما لقيتش عندي بطاطس يعني، وبرده بصيت عند بتاع خضار اقرب حد عندنا ما لقيتش، فقلت خلاص هي نصيبها انها تتسلق النهارده. فسلقتها بقى وعملت دستين الرز دول فضلت خيركم، وقلت بقى هعمل البوتاجاز والتلاجة معاكم في الفيديو اللي جاي، وهبدأ كمان ان انا اشطب تشطيبات العيد باذن الله برضو في الفيديو اللي جاي، هتشوفوا معايا ان شاء الله كل حاجة على خير. وحتى التوضيبات اللي انا هعملها في الشقة سواء قبل العيد ولا بعد العيد انتوا برضو ان شاء الله هتتابعوا معايا، فما تخليش اي فيديو نزله يفوتك. فعلي الاشعارات على الكل واشتركي في القناة لو لسه ما اشتركتيش، وما تنسيش حط لايك على الفيديو علشان دايما الفيديو ينور بيكي، واكتبي لي تعليق برضو حلو منك. بس فالمهم بقى كده انا كنت هعمل ايه، كنت هقطع الفرخه
على اساس ان انا هعملها بقى في بطاطس. فسبحان الله ما لقيتش بقى، محمد جه قال لي يا ماما ما لقيتش البطاطس تحت، فرحت بقى غسلتها وهي نصين كده وسلقتها وهي نصين تمام، وحمرتها برضو وهي كده. ومع الف سلامه، ونتقابل ان شاء الله في فيديو جديد.